الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: أستمع إلى آيات الله في الصلاة وأحاول التأثر والبكاء ولكني لا أستطيع، فما نصيحتكم لعلاج قسوة القلوب، وكيف نجعل قلوبنا تلين لذكر الله؟ نعم، علاج قسوة القلب كثرة قراءة القرآن بتدبر. كثرة قراءة القرآن بتدبر يلين القلب. قال الله تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وفي هذا يقول ابن عبد القوي رحمه الله: وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمد. هذا واحد. ثانيا، القراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كسيرة ابن هشام وكالبداية والنهاية وكزاد المعاد ابن القيم، فإن قراءة السيرة النبوية الصحيحة تزيد الإنسان إيمانا وتزيد القلب خشوعا وتزداد به محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتزداد به معرفة منهجه عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله وتبصير عباد الله. ثالثا، طريق السلف الصالح الذين أوتوا من علم الزهد والورع والرغبة بالآخرة ما إذا قرأه الإنسان تأثر به. والرابع، الخلو عن التعلق بالدنيا، فإن الدنيا مشغلة للقلب، إذا تعلق القلب بها مات. لماذا؟ لقول الله تعالى: وإنه لحب الخير، يعني المال، لشديد. وقال تعالى: تحبون المال حبا جما. فإذا ملأ الإنسان قلبه بحب المال فالقلب كالإناء. أتعرف الإناء؟ معروف. إذا ملأت الإناء بلبن هل يمكن أن تصب عليه ماء؟ أجب لا، لو صببت ماء خرج اللبن وزاد ملء الإناء. إذا ملأت القلب بمحبة المال والتعلق بالدنيا امتلأ عن ذكر الله وعن خشية الله عز وجل. أحيانا تجدون أنفسكم يكون لديكم حضور قلب كأنما تشاهدون الآخرة رأي عين، وتجدون خشوعا وحبا للقاء الله عز وجل وشوقا إليه تبارك وتعالى، أليس كذلك؟ وأحيانا تفقدون هذا، لأن القلب بين يدي الله، بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، يقلبه كيف يشاء ويصرفه كيف يشاء، فنسأل الله أن يثبت قلوبنا على طاعته. أحيانا إذا استولت الغفلة على القلب يذكر الإنسان طعم حضور القلب وصفائه في تلك الليلة أو في ذلك اليوم، ثم يعود ويحضر. والأسباب كثيرة، هذا الذي حضرني الآن منها، فنسأل الله أن يلين قلوبنا لذكره ويعمرها بطاعته